نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. أنس جابر تكشف لأول مرة رسالة الركراكي لها. لن تصدق كيف أثر عليها مدرب المغرب. اشتهر مدرب المنتخب المغربي خلال مونديال قطر الأخير بتصريحاته وندواته الصحفية العجيبة، فقد كان دائما ما يدعم كتيبته بكلمات وعبارات مؤثرة تصل القلوب مباشرة. حماس، روح جماعية، وتلاحم غير مسبوق شهده العالم في أكبر محفل للساحرة المستديرة، وكان ذلك يتجسد على أرضية الميدان بإنجازات تاريخية أوصلت الأسود للمربع الذهبي. صور اللاعبين متلائمين مع بعضهم البعض غزت أبرز الصحف وأعراقها، وتقارير بالجملة تحدثت عن أثر السحر المنثور ممن يلقب برأس الأفوكا، لا مثيل له، وهو السر في ترك الفرحة الهستيرية التي بعثت للملايين من المحبين. نبل ذو 47 عاما وأخلاقه العالية تتعدى المستطيل الأخضر، واقتحم ميادين الكرة الصفراء، كما كشف عن جهة أخرى عن حبه وشغفه بهذه الرياضة الراقية. فكيف ذلك؟ وما الذي قام به مدرب الوداد البيضاوي السابق ليجعل المتابعين من جديد ينحنون له احتراما؟ وكيف كان لما فعله تأثير كبير على التونسية أنس جابر؟ قلة قليلة من الناخبين تكون لهم اهتمامات برياضات متعددة، خاصة وأنهم يقضون ساعات طوال ما بين التنقيب عن أسماء جديدة يضمونها لصفوفهم وما بين التخطيط للاستحقاقات القادمة. فالمسؤولية ليست بالهينة، وتظاهرات هي إما بطعم قاري أو عالمي، وعليك أن تفكر في أدق التفاصيل. لكن المتوج بدوري أبطال إفريقيا سنة 2022 مختلف واستثنائي في كل شيء، وقد غاص في عالم كرة المضرب في شقها النسوي متتبعا البطولات الكبرى هناك. فكما يعلم الجميع هناك 4 بطولات جراند شليم، كل واحدة بطقوسها وأجوائها، كما أن نوعية الأراضي تختلف في أغلبها، وتتويج أحدهم بها يعتبر إنجازا عظيما. التونسية ذات 28 عاما أنس جابر شرفت العرب بدورها بتألقها الكبير في هذه الرياضة، وحبست أنفاس الملايين في مناسبات متعددة، إذ كانت دائما ما تقترب من تحقيق ما كان يبدو دائما صعبا ومستحيلا على اسم نسوي عربي. فبعد أن كانت قد بلغت سابقا نهائيين في الجراند شليم وتعذر عليها ملامسة المعدن النفيس، ظن الكل أن المرة الثالثة ستكون ثابتة، وهي الموعد الكبير لتحقيق الحلم المنشود. الأمر تعلق ببطولة ويمبلدون ذات الأرضية العشبية، إذ لعبت نهائيها للمرة الثانية على التوالي خلال الأسابيع القليلة الماضية أمام سلوفاكيا ماركيدا فوندورسوفا، وكلها أمل في الانتصار، لكن الرياح جرت بما لا تشتهيه التونسية وسقطت من جديد. حالة إحباط كبيرة دخلت فيها أنس، فنحن نحكي عن خيبات متوالية لها، لكن الدعم الكبير ومن شخصيات مرموقة آخرها وليد الركراكي أعطاها دفعة معنوية مهمة، وهي قد أفصحت عن الأمر بنفسها خلال ندوتها الصحفية الأخيرة. تلقيت العشرات من رسائل الدعم من أشخاص مشهورين حول العالم، لكنني سعدت كثيرا بالأخص برسالة الركراكي. مجرد كلمات، لكنها غيرت تماما من مزاج اللاعبة، وأشارت به أن كلمات المدرب المغربي كانت مميزة، بل وستدفعها بكل تأكيد لمواصلة الحلم والقتال للوصول للقب واحد من البطولات الكبرى، وهو ما سيمكنها من حفر اسمها بحروف من ذهب في تاريخ كرة المضرب. فهل نرى ذلك قريبا؟ إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.